بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. انا عملت القلقاس يا جماعة بطريقة جميلة جدا جدا. يلا بينا نشوف احنا عملنا ازاي. وعملت فراخ وعملت رز بشعرية حلو قوي 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 قوي. يلا بينا نشوف احنا عملنا القلقاس الجميل ده ازاي على الفراخ. يلا حبايبي الفيديو هيعجبك جميل والحاجات خفيفة بالصيف وحلوة وبألف هنا حبايبي. يلا بينا نشوف احنا عملنا الفيديو الجميل ده ازاي. لو عجبوا الفيديو حطوا له لايك واشترك في القناة عشان يوصلوا كل جديد من اختكم محمد. وبألف هنا يا حبايبي، بألف ألف هنا. القلقاس تحفة 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 بالطريقة اللي انت هتشوفيه دلوقتي بيتعمل بها ازاي. يلا بينا نشوف الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. هنا انا قطعت بصل يا جماعة. هنعمل أكلة احنا كلنا بنحبها. هي أكلة شتوي بس هناكلها في الصيف. قطعت بصلة هنا وحط عليها معلقة سمنة بالطريقة الحلوة ديت. هنقلها لحد ما تبقى ايه لونها ذهبي كده. هنعمل بقى ايه يا حبايبي؟ هنعمل القلقاس. انا غسلته لما خليته فل اهوت. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طبعا القلقاس انا شايلاه من قلب الشتاء اهو جميل قوي. وهنخرط البصله كده ونحط عليها السمنه ونحمرها لونها ذهبي بالطريقه الحلوه دي. فيه ناس ما بتغسلش القلقاس يا جماعه. لا انا بغسل القلقاس علشان المخاط اللي فيه ده بينزل. ما احبش ابدا اطبخه من غير غسيل. لو طبختيه من غير غسيل تيجي تغرفيه تلاقيه مجمد في بعضه منشي. بس انا عامله السلقه اهو عشان السلق في الفريزر كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. السلقه انا عاملاه يا جماعه ومجهزاه وضربات الخلاط وشايلاه اهو في الفريزر. بسم الله ما شاء الله. هنسيبه يفك كده وبعد كده هنحط عليه القلقاس والشرب. تمام اهو. البصله لما تقليها كده للقلقاس بتديله طعم تحفه. انا عامله مع القلقاس فراخ. اللهم صل على النبي. الكاميرا عملت دخان. عامله معاه فراخ جميله. طبعا عامله معاكم الفراخ كتير قبل كده. انا عامله معاكم شوربه الفراخ كتير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. وهنا خلاص ده هيفك اهوت. هنحط عليه القلقاس وهنقلب. طبعا القلقاس انا غسلاه مخلياه حاجه جميله جدا جدا اهو. هنشيله كده من الميه بالطريقه الحلوه دي ونحط عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. والله يا جماعه القلقاس بطريقه ام حماده دي بتاكل احلى قلقاس على فراخ على لحمه على اي شوربه. بيبقى حلو قوي. بس تعملوا له بصل. البصله بتدي له روح. بتدي القلقاس روح كده وشمخه حلوه. اللي بيحطوا بقى الشوربه ويقوموا حاطين فيها القلقاس. طب ليه يعني؟ ما البصله حلوه بتدي طعم حلو للقلقاس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الله. هنغطي كده عليها لما السلق كده يفك مع بعضه. وبعد كده هنزوده الشوربه. هياخد بس تقليبه كده مع السلق على ما يفك. وبعد كده هنزوده الشوربه. عند الفراخ خلاص استوت دخلت في السوا. طفى عليها ونحط الشوربه يا جماعه. وهنعمل احلى شويه قلقاس وجنبهم رز بشعريه وجنبهم الفراخ محمره بالطريقه الحلوه دي. وبألف هنا يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. احلى حاجه تاكليها القلقاس مغسول. ما تقوليش ما بيتغسلش. لا مغسول يا جماعه. فيه مخاط بينزل كتير. بينضف كده ويبقى حلو ونشف كده وحلو ويبقى طعمه حلو. ويبقى الشوربه بتاعته حلوه كده. يلا هنغطيه بقى على ما ايه شويه كده ونحط له الشوربه اهو يا حبايبي. هنشوف بقى القلقاس. اللهم بارك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. شفت الجمال ده اهو. كده فك بقى خلاص. كده هنحط له الشوربه بقى. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وعند الشوربه جميله. شفت لونها الفراخ اهي. اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله. جمال الشوربه يا جماعه. اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله. بعمل الفراخ جميله. ما عاملاها معاكم كتير في القناه. اللهم صل على النبي. انا عاملاها معاكم كتير جدا جدا جدا. شوف شوربه الفراخ يا حبايبي رايقه وجميله ازاي. حلوه قوي قوي قوي. كده خلاص انا زودت القلقاس اهو. مش عايزه احط له شوربه كتير. يا دوبك يستوي كده ويبقى ايه في حاجات بسيطه كده من الشوربه اهو بالطريقه دي. وهيستوي ونعمل له احلى طشه. اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله. طلعت الفراخ احمر الفراخ بقى والشوربه تحفه تحفه تحفه.
اهو يا حبايبي هغطيه بقى يستوي، وبعد كده ايه هنعمل له طشه جميله جدا جدا جدا. اهو شوفوا الخضار بتاعه جميل ازاي. السلق انا عيناه من قلب الشتاء يا جماعه، وعاملاه معاكم على القناه برده بيتخزن ازاي. ارجعوا عايزين، ولو عايزينه اكتبوا لي في الكومنتات وانا ابعت لكم وانا اكتب لكم طريقه السلق تخزينها ازاي، يفضل اخضر زي ما تكون لسه جايباه من السوق كده. هنسيبه يستوي وبعد كده هنعمل له طشه حلوه، ونحمر الفراخ ونعمل رز بشعريه بالطريقه الحلوه دي. اهو يا حبايبي كده نشوف القلقاس. اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله. خلاص يا جماعه القلقاس استوى خلاص. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. كده هنعمل له الطشه بتاعته، نطش عليه بقى ونعمل له الطشه بتاعته. خلاص استوى خلاص. تحفه تحفه تحفه. وهنا بحمر الشعريه عشان خاطر اعمل الرز اهو، وهنا بحمر الفراخ. تمام اهو يا حبايبي كده اكلنا القلقاس خلاص خلص، والرز وراه، وحمرت الفراخ اهو. الاكل يبقى تحفه وجميل وهادي، مفيش طماطم مفيش صلصه. الطبيخ في الصيف يا جماعه بالصلصه ما بيتاكلش بصراحه، فكل الطبيخ لازم يكون خفيف كده. دي يا حبايبي كده خلاص الشعريه اتحمرت، لازم تبقى لونها ذهبي كده ما تتحرقش يا جماعه. الشعريه تتحرق تدي طعم مش حلو للرز. لونها ذهبي كده حلو قوي قوي، لا هي بيضه ولا هي محمره البني كده، لا اللون الذهبي ده حلو قوي. طبعا انا غسله الرز اهو، الرز المصري بتاعنا الجميل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك لنا فيه. هنقلب كده بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على حبيب الله. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. نجيب له بقى الميه بتاعته او الشوربه اللي عندي تحطيه. انا هزوده ميه عشان انا عامله شوربه قليله مش كتير. اهو يا حبايبي كده انا قلبت الرز في الشعريه شويه اهو. ابدا بقى احط له الملح اهو، نظبط الملح بتاعه ونحط له الميه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي الله. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك لنا فيه. الطريقه الحلوه دي ونسيبه بقى ايه يستوي. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك لنا فيه. كده نحط عليه ونسيبه يستوي. اهو يا حبايب قلبي انا كده بعمل طشه للقلقاس. حطيت كزبره خضراء على توم وهنحمرهم كده. دي يا جماعه بتودي للقلقاس في مكان تاني. فلو تلاحظوا ان انا ما حطيتش للقلقاس اي توابل لان الشوربه فيها كل التوابل، فانا ما بحبش التوابل كتير في الاكل، دايما اقلل في الطبخ عشان يبقى طعم الاكل حلو. انا الشوربه كلها توابل متظبطه، فايه انا حطيت الشوربه وبستكفي بالطشه دي. الطشه ديت بقى بالتومه كده احسن من اي توابل تغطيه. هنحمرها كده ونحطها عليها على القلقاس. كده خلاص الطشه بتاعتنا اتحمرت. اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله. اللهم بارك. كده بالطريقه الله على الريحه يا جماعه، ياكوا شمين الريحه معايا. الطشه دي كفايه على القلقاس جدا جدا من التوابل كلها، بتخليه يا جماعه جميل جدا جدا جدا. كده خلاص مش عايزين نحرقها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك لنا فيه. بالطريقه دي اللهم صل على سيدنا محمد. شفتوا الحلاوه؟ الله ريحته بقى يا جماعه مش عايزه اقول لكم. بعد الطشه دي بقى الريحه مش عايزه اقول ريحته عامله ازاي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. طبعا هناخد اللي في الطاسه كله مش هنسيبه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الطريقه الحلوه دي. يلا بقى يا ايه، خلاص الرز بتاعنا كمان استوى. نغرف بقى الرز ونغرف اهو. رز بشعريه استوى كمان اهو. نغرف بقى الرز ونغرف اكلنا اهو يا حبايب قلبي. انا غرفت القلقاس بس شفتوا الجمال بقى يا جماعه.
احلى طبخه انا بحبها في الصيف ولا في الشتاء. وهنا الرز والفراخ تحفه تحفه تحفه، وبالف هنا حبايبي. بسم الله ما شاء الله، ده الاكل اللي يتاكل في الصيف خفيف وحلو، ومش طماطم ولا طبيخ ولا يحمى على قلبنا بصلصه ولا اي حاجه. ده اللي يتاكل في الصيف يا جماعه، او جنب محشي، او يعني الحاجات الايه اللي ما فيهاش طبيخ خالص. تحفه تحفه تحفه. يلا بينا. حلو قوي قوي. يلا بينا بقى، اللي عنده قلقاس يعمل كده حاجه حلوه زيي، ويعمل القلقاس بالطريقه اللي ام حماده عملت بيها. جميل قوي قوي يا جماعه، طبق قلقاس تحفه ويفتح النفس بجد. وبألف هنا حبايبي، وجنبه الفراخ وجنبه رز بشعريه حلو قوي، وبألف هنا حبايبي. اشوفكم دايما في كل الجديد باذن الله. ومعلش انا بتاخر عليكم في التصوير، بس كنت تعبانه الفتره اللي عدت دي. ان شاء الله اصور لكم على طول بمشيئه الرحمن. طبعا الفراخ انا عاملاها معاكم كتير كتير جدا جدا جدا، هي طريقه واحده ما بغيرهاش في عمايل الفراخ. وبألف هنا حبايبي، واللي يعجبه الفيديو يحط له لايك ويشترك في القناه عشان يوصلوا كل جديد من اختكم محمد. اشوفكم في كل الجديد بمشيئه الرحمن، مع الف سلامه.